وده اوردر الكويت اللي كان زي العسل على قلبي، واوردر كان دمه خفيف وزي الشربات. وزي ما انتم شايفين الفطير طالع تحفه تحفه، بسم الله ما شاء الله كده زي ما احنا شايفين فطير. مش قادره اوصف لكم حلاوته. بصوا تعالوا نعمله كده ونقول طريقه الفرد اللي هي اصلا الطبيعيه، اللي هي الاصليه بتاعه الفلاحين اللي بتطلع لك الحاجه بسم الله ما شاء الله مظبوطه 100%. هقول لك طريقه الفرد دي بتفرق عن غيرها في ايه، وهقول لك الدقيق اللي انت تعمليه دقيق نوع ايه. انا عاملاه بدقيق عادي جدا. هقول لك برده، وهوريك الشكاره بتاعت الدقيق. وبرده النهارده في اوردر النهارده كده انا شاريه صواني جديده كده وحاجات حلوه هوريها لكم برده في الفيديو، كنت محتاجاها. حاجات حلوه قوي يعني ان شاء الله تعجبكم. فيديو النهارده جميل، لازم تكملوه للاخر علشان هتستفادوا منه. وهقول لك طريقه التسويه في فرن عادي جدا واقل من العادي كمان. شايفين الفطير ما شاء الله، والله حاسه ان انتوا شامين الريحه. شكل الفطير في الفرن مورق وقابب كده ومنتفخ، وشكله كمان روعه، والطعم كمان تحفه التحفه. هقول لكم طريقه التوريق وطريقه الفرد بتاعته النهارده، سهل جدا وبسيط. يلا كده ندخل في الفيديو على طول، نسمي بالله ونصلي على الرسول وندخل في المقادير على طول. انا معايا يا جماعه 6 كيلو دقيق، ماشي ما شاء الله 6 كيلو دقيق. هحط لهم 4 معالق كبار سكر بمقام 5، هم تقريبا 5 معالق. وحطيت كده يجي 3 معالق من الملح، دوبتهم كويس قوي. وحطيت السائل بتاعي ده اللي هو عباره عن ميه وسكر وملح. حطيت كده ودوبت معاكم زي ما انتم شايفين اهو. هقلب كده وهعجن العجين وهلته كويس قوي. هقول لك كمان الدقيق بتاعي هو دقيق عادي جدا، بس ان انا يعني الفكره كلها في لتة العجين. حطيته كده على بتاع الرخامه بتاعتي، وبدات ان انا اعجنه كويس قوي. عجنته ولتيته حلو قوي. احط كده ندعه زيت صغيره وهلفه كده كويس، وهغطيه يرتاح كده بتاع 10 دقايق، وهبدا ان انا اقطع معاكم على طول. يبقى كل الحكايه الدقيق وميه وسكر وملح، مفيش اي حاجه خالص، مفيش اي اضافات. وكل الفكره كلها في اللته بتاعه العجينه. بدات كده ان هو لما ارتاح بدات ان انا اقطعه واكوره. طبعا انا عندي ميزان وعارفه يعني الصواني بتاعتي والفورمه بتاعتي بتاخد يعني حجم قد ايه. انا عندي كام فورمه؟ عندي مثلا فورمتين. عندي فورمه وسط وفورمه كبيره. فانا عارفه مثلا الفورمه الكبيره بحط لها مثلا كيلو من العجينه، يعني بوزنها عشان يبقى كله موحد كده وكله قد بعض. والصغيره بتبقى نصها اللي هي وسط، يعني بتبقى نص كيلو من العجينه كده، العجينه اللي هي معجونه تمام كده. طبعا قطعتهم زي ما انتم شايفين كبير ووسط، وغطيتهم يرتاحوا بقى. وبعد ما ارتاحوا كده انا هوريكم بقى اللي انا شاريهم النهارده. ما شاء الله شاريه 4 صواني حلوين قوي. انا عندي المقاسين دول وهوريهم لكم دلوقتي. انا عندي المقاس الكبير ده شاري، انا عندي منه واحده بس، اشتريت واحده زيه. بس طبعا ايه انا مش هشتغل بهم النهارده لان دي كبيره جدا. يعني بصوا هي بتاخد قد فطيرتين كبار. وعندي المقاس الصغير اللي انتم شايفينه اهو، اشتريت زيه. اشتريت صينيتين وواحده، يعني اشتريت 4 تحت من بعض كده، يعني هينفعوني يعني. الصواني طبعا اشتريتها بالكيلو، الكيلو ب130 جنيه. صواني حلوه الى حد ما يعني شغاله. ان شاء الله تنفعني يعني في المخبوزات والحاجات دي. طبعا هنا انا بدات ان انا افرد الفطير. انا بفرد بدقيق، ده الطريقه الاصليه، طريقه امي يا جماعه، او طريقه امهاتنا القديمه، او طريقه الفلاحين اصلا هي الفرد بالدقيق. اقول لك الفرد بالدقيق بيديكي ميزه حلوه قوي، بيديكي اصلا طعم للقمه. يعني بصي اللقمه نفسها كده، لقمه الفطير نفسها بيكون لها طعم غير التوريق، غير التوريق خالص، بيكون لها طعم حلو قوي. غير بقى ان انتي ما تعمليه. انا طبعا عامله الفطير معاكم في القناه اكتر من شكل واكتر من منظر، يعني ما شاء الله عاملاه بطريقه الكور الكتير، اللي هو تحط كام كوره في بعض، بس دي مش احسن حاجه. وعاملاه برضو بطريقه اللي هو البرم دي، اللي هي تبرميه تعملوه رول. وكنت عامله فيديو ما شاء الله، كان يعني كنت عامله 23 فطيره في الفيديو، يعني ما شاء الله عملتهم كلهم في ليله واحده بطريقه البرم دي. برضو كويسه جدا ومنجزه وسهله برضو الى حد ما، لكن ما بتديش طعم الفطيره. طعم الفطيره بجد الحلو هو في طريقه الفرد بالدقيق. طريقه الفرد بالدقيق ديت بتدي طعم للقمه زي ما انا قلت لك، وريحه كده، وتحسي ان انت بتاكلي حاجه مخبوزات فعلا من بتاعه زمان، مش زي دلوقتي كلاتها مثلا بتبقى زيوت. انا قلت لك انا عاملاها 3 طرق في القناه، والله كلهم احلى من بعض، بس ده افضلهم. الطريقه دي افضل، دي الطريقه الاصليه بتاعت الفلاحين اللي انا اصلا اتربيت عليها.
طبعا هنا طبقت الفطيره وخلصتها، وهبدا افرد معاكم واحده كمان وهقول لكم بقى ايه التفاصيل على طول من اول وجديد، يعني من اول الفطيره الجايه. هنا بقى ايه يا دوبك ايه لفتها كده وهدهنها زبده وهحطها كده في حاجه في طبق يعني قدامكم، على ما انقلها في حاجه تانية يعني في الصينيه اللي هي هترتاح فيها يعني. هنا بقى الدقيق اهون، بدات احط شويه دقيق وبفرد كده بالنشابه او بالبطاطا زي ما احنا بنقول عندنا، او بالشوبك زي بلدكم ما بتقولوا. وبفرد كده هون شمال ويمين، وبعدين بهوي الفطيره كويس قوي. طبعا عامله مقاسين زي ما قلت لكم، في مقاس كبير وفي مقاس صغير. وهنا بفرد الفطيره. اهم حاجه عندي بقى هنا بعد العجين ولادته التهويه بتاعت الفطيره. التهويه لازم تكون الفطيره يعني وصلت معاك لدرجه ان هي تبقى رقيقه قوي، وهتشوفيها دلوقتي وهي رقيقه ازاي وانا بفردها. طريقه الفرد والتهويه زي ما انت شايفه هون. لو شاده معاكي سيبيها ترتاح، هي يعني لما يكون العجينه مرتاحه بتفرد على طول ما بتاخدش وقت، ولو حد بيفرد قبالك يبقى احلى واحلى. وانا الحمد لله بفرد لوحدي كده زي ما انتم شايفين. يكون عندك ترابيزه طبليه وتفرد عليها، سهله قوي، سهله وصحيه كمان يا جماعه، احسن من الطريقه اللي انا بقول لكم عليها اللي انا عاملاها اصلا في القناه. شايفين التهويه عامله ازاي ما شاء الله، يعني كف ايدي باين من تحت. الطريقه التانية بتبقى برضو الى حد ما كلها زيوت، يعني انت بتبططي في زيت او في سمنه وبتفردي بزيت وسمنه وتعملي. لا دي بصراحه اللقمه بتبقى طعمه قوي وجميله، وفي نفس الوقت بتبقى خفيفه وكلها ورق. وكمان في حاجه كمان في الاخر خالص في النهايه بقى، وانت يعني في نهايه الفطيره كده لما تطلع من الفرن الفطيره حلوه وفي نفس الوقت مش مزيته، وان هي تخليكي تاكليها وانت بتجزعي. لا ما بتجزعيش خالص. زي ما انت شايفه انا فردتها كويس ودهنت زبده، دي سمنه مسيحه، دي زبده مسيحه بقت سمنه كده زي ما انتم شايفين، مش خلطاها اي حاجه، هي سمنه صافيه، سمنه صافيه ما شاء الله زي ما انتم شايفين. بعد ما بعمل بلفها شمال ويمين وبطبقها كويس كده من كل الجوانب والفها كوره كده زي ما انتم شايفين. بحطها بقى ايه ترتاح، اهو بغطاها بقى كده بكيس او بستريتش كده وبحطها ترتاح. هفرد بقى كميه ما شاء الله، انا عامله 13 فطيره صغير وكبير، وادي بقى هيبقى ما شاء الله. انا مسيحه الزبده لونها اخضر وجميله جميله قوي. هنا قلت اما اعمل بقى فيها شيف وافرد كده بطريقه التهويه بتاعه المخابز. وبعرف اعمل برضو الحمد لله، بس ايه يعني بختصر بقى. زي ما انتم شايفين بفرد اهوت وبطبق بالزبده المتسيحه اللي هي سمنه. شايفين سمنه لونها اخضر وحلو قوي وريحتها تحفه. بصوا لما بتخلصي بقى الفطيره كده وتيجي تاكليها بتلاقيها مورقه وفي نفس الوقت مش مزيته زي ما انا قلت لك، وخفيفه بقى، يعني الخفيفه فيها ريحتها جميله خفيفه. مش عارفه انا والله عامله اوصف لكم من جمال الحاجه. ودي شكاره الدقيقه اهي قبل ما افتحها خالص بوريها لكم. اسمه الاصيل. دي الاصيل عادي، دي من يعني ده يمكن اقل دي في السوق بصراحه، اللي هو يعني البقال او العطار بيبيعوا سايب كده بالكيلو. فانا دايما بجيب بالشكاره، يعني يا اما شكاره 25 يا اما شكاره 50 كيلو على حسب ما انا عاوزه. وباخد منها. الفكره كلها في الفطير ان هو يتلت كويس. شايفين كده بعد ما ارتاح حطيته بقى كده في الاوضه اللي فيها تكييف علشان الجو حار. لو ما عندكيش حطيه شويه بقى برضو في التلاجة، لان هيبقى سايح قوي يعني هيسيب منك. وبدات ان انا افرد، بتفرد في ثانيه كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله اللهم بارك، حاجه جميله قوي. بعد ما هفرد ده هتدهني بقى الوش ايه يا نعمه، هندهن الوش قشطه على سمنه مسيحه اللي هي الزبده دي برضو، يعني عشان يديني ريحه كده وطعم برضو جميل ولون ذهبي يكون حلو. اهو بفرد كده الكميه زي ما انتم شايفينها. وبعد ما افرد هسوي بقى في الفرن تسويه بقى ايه مظبوطه. ادي القشطه ونحط لها كده شويه من الزبده وندهنها كويس وشها كده عشان تبقى حلوه زي ما انا قلت لكم. الفطير خفيف وحلو وتاكليه كده، يعني بصي انت مستمتعه وانت بتاكليه، يعني انت بتاكلي وعايزه كمان، بتاكلي وعايزه كمان. ما شاء الله كل اللي خدوا يعني اللي خد مني فطير بيقول على الفطير انه خفيف كده ومورق ما شاء الله. زي ما انتم شايفين دهنتها كده بالقشطه والزبده كده المتسيحه ما شاء الله اللهم بارك. ودخلت بقى الفرن كده، بصوا اللون يا سلام. والله الفرن بتاعي قديم يا جماعه، بس ايه سبحان الله بطلع الحاجه زي الفل. ادعوا لي بقى، عايزه اجيب فرن الحشاش ان شاء الله يكون اللي هو الاصل ده. هجيبه ان شاء الله قريب، ربنا ييسر الامور علشان هحتاجه يعني.
والله كنت هشتريه من سنه واتنين بس ما حصلش نصيب، يعني رحت وحسيت كده ان انا يعني مش عارفه صغير كبير. المهم خلينا في الفطير بتاعنا ما شاء الله التحفه ده زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب والف هنا وشفا. الفطير واخد لون حلو بيقب كده معايا ومورق ومخرفش وحاجه جميله. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انا قلت لك كده الدقيق عادي خالص، الدقيق عادي جدا يعني، بس انا كل الفكره ان انا لتيته. الزبده تكون انا مسيحاها، مش هقول لك ان هي زبده بس، علشان الزبده طبعا بيبقى فيها اصلا نسبه من الميه او نسبه من الخض. انا مسيحاها وعاملاها بزبده صافيه زي ما انتم شايفين. طبعا حاجه هتسافر تبقى كويسه، وانا بعمل طبعا الحاجه على حسب رغبه الزبون، يعني زي ما بيقول لي انا بعملها، وكل حاجه ولها سعرها ولها تكلفتها. زي ما انتم شايفين النتيجه طالعه تحفه تحفه، مورق كده وحلو قوي وطري ومش سمين قوي لدرجه ان هو كده. يعني انا حاطه الزبده ان هي يا دوبك تكون في كل انحاء الفطيره، بحيث ان هي ما تلزقش في بعضها، وفي نفس الوقت تكون مش حاطه بقى كميه ان انا بقى دلقه كده، لا، حاطه بحذر علشان اللقمه تطلع حلوه والفطيره تطلع حلوه خفيفه، وما تتعبش اللي بياكلها، واللي بياكل يبقى عايز ياكل كمان. ما شاء الله حاجه حلوه قوي، ربنا يجعلهم بالف هنا وشفاء لحبايب قلبي اللي خدوهم. وزي ما قلت لكم الطلبيه دي كانت رايحه الكويت، كانوا ناس هنا اصلا يعني، انا مش عندي توصيل للاسف للكويت يعني، لكن اللي هنا في اجازه بيحبوا ياخدوا حاجات زيارات زي كده من مصر، بتبقى حاجه حلوه قوي بيحبوها هناك. ان شاء الله يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. والفيديو الجاي بقى ايه، رايح الامارات. ما تنسوش بقى اللايك عشان انا تعبت في الفيديو ده. مع السلامه.